اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم بقى الصينية العسل دي، الكنافة بالقشطة. إن شاء الله بإذن الله تكون خفيفة وسهلة، وتكون جميلة بإذن الله. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي وتطلع بالجمال ده ازاي. بداية كده عملت الشربات، واللهم لك الحمد. الكاميرا فصلت، بس أنا هقول لكم أنا عملته إزاي. أنا عملت 4 كوبايات سكر، عليهم 3 كوبايات مية، ومعاهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وسبتهم يغلوا زي ما احنا شفنا مع بعض بالشكل ده، واديت لهم عصرة ليمونة. يا دوبك 5 دقايق بالظبط، احسبيهم على التليفون. 5 دقايق وافصلي واطفي عليه، لانه ما بيبرد بيتقل معاكي. تمام كده. معايا هنا كوبايتين من السمنة، وهضيف عليهم كمان معلقة كبيرة كده برضو من العسل جلوكوز. انا هعمل ان شاء الله كيلو كنافة، فعشان كده عايزة كوبايتين من السمنة. والسمنة عملتها خليط من السمنة اللي هي النباتية والسمن البلدي. تمام كده. تمام. السمنة مش عايزاها تغلي مع العسل الجلوكوز، انا عاوزاها يا دوبك يتداخلوا كده مع بعض ويتجانسوا مع بعض. بعد كده عندي الكنافة هي طلعتها من الفريزر، وهبتدي ان انا افركها كده بين ايديا، بحيث انها تبقى عاملة زي الشعرية كده، وتبقى تمام خالص معايا. دي اول كيسة. الكيسة التانية الصفرة اللي جنب ايدي دي فيها برضو بقيت الكنافة. هفتتهم بقى كده الاتنين مع بعض لعند ما تبقى عاملة زي الشعرية كده، زي ما اتفقنا. وعلشان اوصل للي هي تبقى عاملة زي الشعرية كده، بحطها في الفريزر، وبعد كده بطلعها اعملها كده. ضفت بقى عليها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، السمنة. بنزل بالسمنة على الكنافة بتاعتي، وببستها خالص. شفتي لما كنا بنعمل القرص او القراقيش مع بعض، بنبست الدقيق بالسمنة ازاي؟ اهو انا عايزاه كده. الكنافة دي غلفيها كده وبسيها كده بالسمنة، خلي كل الكنافة كلها تتغلف بالسمنة. معايا هنا الصينية بتاعتي، اللهم بارك، صينية كبيرة. حطيت فيها معلقتين من السمنة، وهبتدي ان انا افرد الكنافة بتاعتي. هاخد نص الكمية وافردها، وعاوزاها تكون طبقة رقيقة جدا. انا ما بحبهاش بصراحة القطعة تبقى تخينة كده، لا انا عاوزاها رقيقة كده زي اللي بجيبها من المحلات كده، واستمتع بطعمها. وانا بعمل الصينية بتاعتي هعمل لها حراف كده لفوق، بحيث الحشوة اللي هنعملها مع بعض بإذن الله ما تخرجش بره الصينية بتاعتي. سهلة وبسيطة جدا، واللهم بارك طلعت تحفة. معايا هنا كده 4 كوبايات من اللبن. اللبن ده انا غلياه قبل كده. تمام. معايا 4 كوبايات من اللبن، هاخدهم بقى واروح بيهم على البوتاجاز. ومعايا 4 معالق كبار هرميين من النشا في نص كوباية من المية. هقلب النشا مع المية، وهسيب اللبن على النار. ساعة ما يبتدي ان حرارته احسها عليت كده، يعني كأنه داخل على الغليان، هبتدي ان انا انزل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزل، قولوا معايا، بالنشا. هنزل بيها تدريجي كده، وايدي بتقلب، ايدي مش واقفة خالص، ايدي بتقلب بسرعة بسرعة بسرعة، وانزل تدريجي بالنشا بتاعتي، علشان القشطة دي تطلع معايا كريمي وناعمة، ما تبقاش مخرزة ولا فيها اي حاجات صغيرة كده، لا تبقى كلها ناعمة كده وحلو. عاوزة تضيفي مكعب زبدة او قشطة او اي حاجة في الكريمة بتاعتك الكدابة اللي احنا بنعملها دي، ضيفي. انا بصراحة اكتفيت ان اللبن كامل الدسم، فما حطيتش عليها اي حاجة، زي ما شفنا مع بعض كده. هاخدها وهي سخنة زي ما هي كده، وانزل بيها على الكنافة. تمام. مش هسيبها تبرد ولا اي حاجة، انا هسيبها بقى تبرد في الخطوة دي. هنا بقى زي ما بقولك اهو، سبتها بردت تماما. شغلت قدامها المروحة كده لغاية ما بردت. شايفة ايدي طالعة ناشفة منها خالص اهي. تمام. تمام كده. ساعة ما بتوصل معاكي بالشكل ده، ابتدي ان انت تضيفي بقيت النص التاني بتاع الكنافة. وهنا بقى اضغطي براحتك بقى، يعني شوفي ما بنعملها ونسيبها تبرد بنقول لا خدي بالك ما تضغطيش، لا اضغطي براحتك بقى هنا كده. هتطلع تحفة تحفة تحفة، اللهم بارك. بالمناسبة ما تنسيش اللايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ام عمر، عشان القناة ان شاء الله تكبر بيكم.
أي قطعة بقى كده وأنا باسويها تحت إيدي باحسّها كده إيه، قافشة من السمنة، بابتدي إن أنا أفرفتها خالص كده معايا، وأنتِ بتحسّي بقى بإيدِك الحتّة اللي هي إيه، عاوزة شوية بتحطّي لها، لأ الحتّة ديّة سميكة بتضبّطيها، بتضبّطي بقى بملمس إيدِك كده بتعرفي إيه، تضبّطي يعني الدنيا. بس كده وصلت معايا بالشكل ده هاسويها، تبقى كُلّه كده قد بعضه كده تمام، واضغطي براحتِك ما تقلقيش من أي حاجة، دخّليها الفرن على درجة حرارة 180 هتطلع إيه، هتاخد معاكِ من تحت ساعة ما تلاقي الجوانب احمرّت كده بتاعتها وتحسّي لونها من تحت خدت لون، افتحي بقى الشواية تاخد لون كمان من فوق، هتطلع معاكِ بالشكل الجميل ده. أنا قلبتها وابتديت بقى إن أنا الشربات بتاعي كان آآ اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، قدرت إن أنا معايا بقى بالشكل ده، سِبتها كده 10 دقايق تهدى، بعد كده هابتدي إن أنا أقطّعها وأقدّمها معاكم. أتمنى الوصفة تكون خفيفة وسهلة عليكم وطعمها تحفة، أتمنى تجربيها وأتمنى كمان تنال إعجابكم. ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أم عمر، واشوفكم على خير إن شاء الله، ودمتم في أمان الله، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله.